السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه ديالي اللي هي قناه ديالكم. معكم شروق في فيديو جديد وخبر جديد كما العاده، نتمنى تعم فيه الافاده. خوتي خواتاتي، خبر مهم وخبر عاجل. مجلس الامن كيعقد جلسه مغلقه على قضيه الصحراء المغربيه. كيف ما عارفين اخر المستجدات غادي نطرقوا لها في هذا الفيديو. طبعا موقف المملكة المغربية حاليا كيختلف على موقف المملكة المغربية دابا سنة، وكنشوفوا بأن موقف المغرب موقف نقدر نقولوا قوي جدا في هاد مجلس الأمن وفي هاد الجلسة، ولا في هاد الجلسة المغلقة، مجلس عفوا الأمن الدولي. بقاو معايا في هذا الفيديو، غادي نطرقوا لاخر الاخبار، غادي نشارك معكم اخر المستجدات اللي تعرفنا عليها غير هذا النهار اليوم. كما كنقولوا اخبار حصريه على بركه الله. ندخلوا في صلب الموضوع. اول حاجه واهم حاجه، تحيه كبيره لكم ناس ديالي مي خنتي اينما كنتم. شكرا لكم دائما وابدا على الدعم، على التحفيز، على اللايك وعلى البارطاج. طبعا اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، يفعل الجرس باش دائما يوصلوا كل جديد. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم، ونتمنىكم تشاركونا كذلك الاراء ديالكم. رمضان مبارك سعيد لجميع المتابعين الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اخوتي اخواتاتي، مجلس الامن يعقد جلسة مغلقة على قضية الصحراء المغربية. تجتمع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لاستماع لإحاطة المبعوث الخاص للأمين العام الأممي طبعا إلى الصحراء رئيس البعثة المينورسو وستيفان دي ميستورا. ومن المقرر أن يصدر مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إحاطة بشأن نزاع الصحراء المغربية، حيث سيلزم الأطراف المعنية بملف بما فيها الجزائر التي تعتبرها الأمم المتحدة طرفا رئيسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. فينكم الكبرانات اللي كتاكدوا بانكم نتوما ماشي طرف مهم، بانكم نتوما ماشي طرف اللي خصو يجلس على هذه الموائد المستديره، بان الجزائر فقط يعني كتدعم وكتسند البوليزاريو بحكم ما يعني نقدر نقولوا اللي ظرف انساني لا اقل ولا اكثر. كنشوفوا بان الامم المتحده كتلزم على الكبرانات الجلوس في المائده ديال التفاوض، وبانهم طرف رئيسي، طرف داعم وطرف ساند ماديا ومعنويا هذا النزاع، وطرف اللي باغي هذا النزاع يزيد يطول في الوقت. يعني كنشوفوا بان موقف الجزائر موقف جد نقدروا نقولوا رئيسي في حل هذا النزاع، ولهذا بزز منهم بغاو ولا كرهوا خصهم يجلسوا في هاد المائدة ديال المحاورات وديال التفاوضات وديال النقاشات وديال هاد الأمور كاملة. كنشوفوا كذلك بأن هذه الإحاطة هي الأولى للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هذا العام، إذ لم ينجح في إحراز تقدم يدفع الملف نحو إيجاد حل مقبول لدى الطرفين، كما لم يتمكن من إجبار الجزائر على الجلوس إلى طاولة المحادثات إلى جانب البوليزاريو وموريتانيا وكذلك المملكة المغربية. وهذا هو اللي باغي المغرب الإخوان. المملكة المغربية دائما كتأكد ودائما يعني كترفع الصوت ديالها نحو الجزائر. المغرب ما باغيش يجلس مع البوليزاريو فقط على الطاولة ديال الحوار. الجزائر طرف مهم، المغرب باغي الجزائر تجلس. علاش؟ حيت عارف بان البوليزاريو يعني نقدروا نقولوا بان الجزائر هي اللي مخدماهم، ولا هي اللي كتقول لهم شنو يقولوا، وهي اللي باغاهم يبقاو في هذا النزاع، وهي اللي كتدعم ماديا. وحنا عارفين يعني الامور كامله بحكم ما هذا هدف ديال الجزائر. هدف الجزائر خرج الى المحيط الاطلسي، باغا باي طريقه الاخوان. وهذه الامور راه هضرنا فيها بزاف وعده فيديوهات اللي خصصناها لهذه المساله هذه، والاهداف السريه ديال الجزائر، ويعني اللي نقدر نقولوا تطويل هذا النزاع في الوقت. يعني الهدف الرئيسي على طول هاد السنين هو خرجة للمحيط الأطلسي، لا أقل ولا أكثر. وهذه الخرجة نقدر نقولوا الباب الوحيد اللي عنده هو البوليزاريو طبعا للجزائر.
كذلك نشوفوا قال يعني اختصاصيين وخبراء في هذا المجال بأن المغرب كيدخل الجلسة ديال المجلس الأمن الدولي وهو في موقع قوي في ظل اعتراف عدد من الدول الوازنة بمغربية الصحراء، وذلك على الرغم من ترأس روسيا أشغال هذه الإحاطة. وأشار الخبير في شأن دولي إلى أن التقريرات ولا هذه القرارات ديال مجلس الأمن تشيد بمقترح حكم ذاتي وتدعو إلى تطبيقه في الأقاليم الجنوبية على اعتبار أنه حل الوحيد الممكن والخيار الأنسب للنزاع الصحراء، مبرزا أن الدول كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لن تترك روسيا تستفرد باتخاذ قرارات نقدر نقولوا للوحدة الترابية المغربية. تصريحات ديالو أن المجلس الأمن الدولي واعتبر هذا الاختصاصي كيف ما قلنا في هذه الشؤون السياسية في تصريح ديالو أن مجلس الأمن الدولي كيعرف بأن هذا الاختيار ديال الانفصال لم يعد جديا ويهدد الأمن الدولي، كما أن تقارب روسيا من الجزائر في هذه الأعوام الأخيرة لا يمكن أن يكون على حساب الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية والأمن القومي الأمريكي. من الجانب طبعا كنشوفوا بأن أساتذة ديال العلاقات الدولية في كلية الحقوق ديال المملكة المغربية كيأكدوا بأن قرارات مجلس الأمن الدولي كلها مقيدة باعتبارات جيوستراتيجية تمنح الشرعية لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في سنة 2007. يعني خوتي خواتاتي جميع الاختصاصيين جميع الخبراء جميع المختصين كيأكدوا بأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد ذو مصداقية وذو جدية لا أقل ولا أكثر. يعني الجزائر طلعوا ولا تهبط، البوليزاريو طلعوا ولا يهبطوا، المغرب عنده هذا الحق وهذا هو الحل الوحيد لمنح الأمن والأمان والاستقرار في هذه المنطقة لا أقل ولا أكثر. يعني هذا استفتاء وهذه الأمور آخرى اللي باغين هاد نقدروا نقولوا الانفصاليين ولا هاد المخيمات ديال تندوف كنشوفوا بانها ما عندهاش حتى شي نقدروا نقولوا ساند ولا شي داعم لهاد القضيه هذه، وكيأكدوا بانها غادي تكون امور اللي ما غاديش تمنح هذا الاستقرار وهذا الامن والامان لهذه المنطقه. فلهذا الاخوان بغيت نشارك معكم هاد الامور، بغيت نبارطاجي معكم هاد الاخبار الاخيره اللي شفنا، وبغيناكم تخليوا لينا تعليق ديالكم، تشاركونا الاراء ديالكم، لايك والبارطاج لهذا الفيديو كما العاده، والى فيديو مقبل ان شاء الله.